السلام عليكم، معكم محمد المصري. نظرا للنجاح المرعب اللي حققه الفيديو الماضي اللي جاب تقريبا 5 مشاهدات و4 سبسكرايب للقناة، فراح نعمل فيديو جديد. شوفوا الانترو صح. الفيديو باختصار راح يكون عن اشي انا شفته في الفيسبوك مؤخرا، اشي جدا محزن. يعني انا موجود صراحة استغربت ليش الناس تعمل هيك في الاشياء الكويسة اللي كانت في حياتها. هو انتل جرافيك كارد. وانا ما بحبش على الفيسبوك لقيت صورة او نكتة عن انتل جرافيك كارد وبقارنون قال مع انفيديا جي تي اكس. قال انتل جرافيك كارد تضحك من انتل جرافيك كارد؟ نسيت حالك؟ نسيت انتوا يا جيل التسعينات تقريبا، ممكن اوائل الثمانينات كمان؟ نسيتوا حالكم؟ نسيتوا لما كنتوا تنزلوا اللعبة وتلعبوها ما تعرفوش ايش اسمه ريزوليوشن او كواليتي او اوبشنز اساسا؟ حطوا العب. نسيت انك ما كنتش تشوف متطلبات اللعبة قبل ما تشتريها او تنزلها من الانترنت؟ نسيت هذا كله؟ نسيت لما اللعبة تكون تنتع معك تفكر انه لعبة خربانة وتمسحها وتدرس؟ بفرض عليك دراسة كثير، كان هو اللي كان يخليك تنجح. الجيل الحالي بينجحش ليش؟ لانه عنده كروت شاشة كويسة بتعلقش. نسيت حالك لما تنزل اللعبة او تجيب لعبة من صاحبك بعدين تروح تتهاوش معه وتقول اللعبة بدك خربانة مع المشكلة كانت عندك في الجهاز. كان مريحنا، ما كانش فيه مواصفات، ما كانش فيه تعقيد. تروح تشتري الكمبيوتر، اللعبة كيف بتكون كويسة؟ لأن حجمها كبير. اللعبة ليش بطيئة؟ لأنه حجمها كبير، مش لأنه بدها كارت شاشة عالي. هذا كان الموضوع بسيط. نسيت حالة شكلك. نسيت انتل. نسيت كارت الشاشة اللي ببلاش اللي بيجي بلت ان مع البروسيس. نسيت ال 64 كارت شاشة 64 ميجا. لو كنت تلعب على جي تي اي سان اندريس وبتعلق شوي بس كنت تلعبها ولا بتلعبهاش؟ ختمت عليه كم لعبة؟ متعتك في الالعاب كيف كانت؟ تشتري سي دي بس بتشتريه، ما بيفرقش معك مواصفات رام هارد ديسك. المهم الهارد ديسك عندك بيسع اللعبه، خلص اللعبه بتشتغل، فيش اي حل ثاني. اللعبه اذا راح تشتغل. انت ليش بتندد حالك؟ يعني لما نشوف صوره زي هاي او صوره زي هاي لا انفيديا ونشوف نفس الجرافيك على الانتل، شفت البكسل اللي في الصوره؟ شفت كيف يخليك تبدع انه تخيل كيف العالم؟ شفت كيف تتخيل قد ايه العالم بيكون حلو؟ تتخيله. لكن الفيديو بتعطيك العالم هو حلو. انت شو استفدت؟ انا مؤخرا اشتريت كارت شاشه 960 جي تي اكس، وكل ما العب اي لعبه العبها اتذكر ذكرياتي مع انتل. اتذكر كيف كانت الصوره، كيف كنت اتوقع الصوره. اتذكر لما كنت بلعب على 25 فريم. شو 25 فريم؟ 15 فريم ل 10 فريم في بعض الالعاب. بتخيل حالي كيف ختمت عليها بلاك اوبس 2 على انتل. كانت لعبه بطيئه اكثر ما بتشتغل، بتدقق اكثر ما بتشتغل، تعمل كراش اكثر ما بتلعب. نسيت كل هذا؟ نسيت معاناتك مع الالعاب؟ اخر شيء بحب احكي لك اياه، انتل هو اساسك. لا تعمل نكت عن انتل، لا تعمل نكت عن التراث، عن الحضاره، عن تاريخك. لما كنت زمان ما بتغلبش حالك رحت تشتري كمبيوتر وخلص، ما تفرقش معك كارت شاشه. ولما تطورت يا معفن انت اللي مش عاجبك انت، لما تطورت لما رحت تشتري كارت شاشه كان بيعطيك سعه، ما كان بيعطيكش اسم. بقول لك بدك كارت شاشه 1 2 ولا 1 جيجا ولا 2 جيجا، وبتشتري 2 جيجا وبتكون مبسوط. بالاخير بتكون جايب 210 وضحك عليك بالسعر بس عندك كارت شاشه. وبالاخير تلاقي حالك تلعب انتل كمان مش عارف تعرفه، بتكون بعدك تلعب انتل. نسيتوا حالكم. اسف لانفعالي طبعا، بس هذا تاريخ الاي تي او تاريخ الجيمنج. هذا ما بصير حد يضحك عليه. هذا هو الاساس. كلنا لعبنا على انتل فاميلي. كان مسمينه فاميلي، عائله يا رجل. كان معطيك عائله. انفيديا ولا اي ام دي عملوا عائله؟ ما عملوش عائله. هذا جي تي اكس. شو جي تي اكس ولا راديون؟ شو هذا اسمه؟ هذاك اعطاك فاميلي 4000 كان بيجي مع البنتيوم. نسيت حالك. نسيت انه ما كنتش تعرف تطلع قد ايه كرت الشاشه اللي عندك اساسا. حطه العب. انا اسف عن انفعالي مره ثانيه، بس هذا اللي كنت حبيت اوصلكم هاي الرساله. اتركوكم من انتل تاريخ. انتل مش اشي قليل عشان تعملوا نكت عنه. انتل هو الاساس. ما بدنا نحكي عن البروسيس تبعهم، انا بحكي عن كرت الشاشه تبع انتل المجاني اللي ما باخذش عندك ساعه، ما بيستهلك سكار، ما بيستهلك اي شيء. بس كان معكم محمد المصري، قناه فيديو غربان. اعمل سبسكرايب. سلام.